السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم في مطبخ شيماء الغربويه. اليوم ان شاء الله غادا نوجد معكم سلطه ديال لافوكا والخيار، كتجي زوينه وصحيه، ترافقوها مع المأكولات ديالكم. بسم الله على بركه الله. عندي واحد شويه ديال المطيشه ديال السوغيز، وعندي لافوكا تكون متوسطه الحجم، وعندي واحد خياره، وعندي شويه القزبر والمعدنوس، غير شويه. وبالنسبه للسوغيز من الافضل تكون مطيشه ديال السوغيز، ولا ما كانتش تقدروا تضيفوا مطيشه العاديه، ماشي مشكل. الاهم هو ان السلطه ديالنا كتجي زوينه والوليدات ديالنا كتعجبهم. واللي كيبغي فيها البصله يقدر يضيف طريف ديال البصله هكا صغير. صافي بهذا الشكل غادا ناخذ المطشه ديال السوغيز ديالي وغادا نحلها غير في النص ديالها حتى عندي رقيقه. نحلها غير في النص بهذا الشكل حتى نحلها كامله. بهذا الشكل كيف ما كيبان لكم. من بعد ما حليتها كامله كنخويها في شي اناء حدايا اولا في شي طبسيل اخر، وغادا ناخذ الخياره حتى هي نقسمها في النص. وبالنسبه للخيار من الافضل تاخذوا داك الخيار اللي كيكون رقيق، كيكون حلو صراحه، كيكون المذاق ديالو زوين احسن من هذاك اللي كيكون غليظ اولا كبير بزاف. وتا هي غادا نقطعها بهذا الشكل كيف ما كيبان لكم. انا حاولت السلطه ديالي نقطعها طريفات كبار باش يبقاو باينين ليا. غادا ناخذ اناء اخر اللي غادا نخوي فيه هذا الخليط ديالي، وغادا نقطع لافوكا حتى هي. وبالنسبه لافوكا من الافضل ما تكونش لافوكا ديالنا طايبه بزاف باش ما تعجنش لينا في لاصالات ديالنا، باش ما تعجنش. صافي وكنقلب الموس بهذا الشكل وكنحاول ندوز على لافوكا ديالي من التحت، وكطيح بهذه السهوله، بكل سهوله كطيح وما كتخسر ما والو. صافي وحتى هي غادا نقطعها بهذا الشكل طريفات هكا يكونوا كبار باش يبقاو باينين ليا وما يتعجنوش ليا فاش نبغي نخلطهم مع المطشه والخيار. والثانيه غنقطعها بهذا الشكل حتى الطريقه زوينه تقطعوا بها سلطه ديالكم هكا لافوكا. صافي وكندوز الموس من التحت، صافي وكيطيح ليا داكشي كامل مقطع مقاد بكل سهوله. صراحه هاد الشلاضه راه كتجي زوينه وصحيه، وترافقوها مع الحوت مع اي حاجه عندكم كتجي زوينه. غادا نقطع شويه الربيع حتى هو نحاول نقطعو مزيان، واللي ما كيبغيش راه يقدر يستغنى عليه ما يقدرش يضيفه. صافي بهذا الشكل وغادا نخويه في واحد الاناء عندي، وغادا نجيب واحد الحامضه اولا ليمونه وغادا نعصر النص ديالها. من الافضل ديروا الصفايه باش هكا لا طاح شي عظيم ولا شي حاجه ما يطيحش لكم عاد تبقاو تقلبوا عليه. واحد شويه الملح غير شويه كندير، وشويه البزار غير راس ديال العاشق صغيره. وغادا ندير واحد 2 عواشق ديال زيت العود، وغادا نخلط الخليط ديالي كامل، وغادا نخويه فوق لاصالات ديالي. صافي كناخذ واحد سباتول وكنبدا نخلط من التحت للفوق باش ما تعجنش لينا داك لافوكا ويولي الخليط ديالنا كله ما زوينش. وبالصحه والراحه. وهذه هي شلاضه ديال اختكم شيماء، وشكرا. وما تنساوش تدعموا القناه ديالي الى عجبتكم وصفات اليوم.